مرحبا صبايا، اهلا وسهلا فيكم بقناتي جيجي تشانل. بهذا الفيديو راح احكي لكم فيه عن انا كيف سويت لون شعري احمر. هلا كل العالم تعرف ان انا لون شعري اشقر، ماني حاط له اي صبغه. ما بحب حد صبغه، ما بحب اصلا اني اتغير لون شعري. ما بحب اقرب على شعري ابدا، يعني حتى يمكن بالماسكات والعناية بالشعر ما كتير بساويه، لانه بخاف كتير ينتزع اي يعني يتأثر اللون فيه. فسويت شعري احمر فترة يمكن شهر تقريبا، ما بتوقع كملت الشهر، بس يعني شي 20 يوم هيك بتذكر يعني. المهم، فانا لما سويت شعري احمر كل العالم تفاجأت انه كيف سويته احمر. الشغلة اللي تفاجئوا فيها اكتر يعني هي انه كيف راح اللون الاحمر ورجع شعري طبيعي. فاللي حابة تشوف كيف سويت شعري احمر، واللي حابة اصلا تغير الوان، يعني انا كتير بحب اغير الوان شعري بس ما بحب ينتزع لون شعري ابدا. و فاللي حابة تشوف هذا الشي خليكم تكملوا الفيديو الاخير. هلا انا ما رح اسوي شعري قدامكم، بس رح احاول احط لكم صور كل الاشياء اللي انا استخدمتها مثلا، لانه اصلا ما عندي يعني. انا كنت بدي اسويه مره ثانيه صراحه، كتير حبيته كتير حلو. كنت بدي اسويه مره ثانيه بس ما عندي، ما لقيت عم يبيعوها يعني هلا خالص من عند المحل. ف راح احاول احط لكم صوري بكل مقطع انا عم بحكي عنه، يعني انه شلون بلشت، شلون صار بعد يومين، شلون صار بعد 3 ايام، وهيك حتى يروح كلياته. فان شاء الله رح احاول، يعني رح احاول تشوفوا الصور وانا عم بحكي، ممكن تشوفوا الصور حواليني بالفيديو. اللي حابه تكمل الفيديو الاخير، اللي حابه تغير الوان شعراتها وتغير تعمل كل فتره لوك، انا هيك هلا حصير ساوي كل فتره حاعمل لوك جديد ان شاء الله. خليكم معي بالفيديو، ولا تنسوا تعملوا سبسكرايب للقناة وعملوا لايك للفيديو وشير قبل العيد. يعني انا كتير عم حاول اسوي الفيديو قبل العيد، لانه عشان العالم اللي حابة تسوي شعراتها احمر بالعيد. فيلا نبلش. هلا اول شغلة، انا ما استخدمت صبغة ابدا. اللي استخدمته هو منتج اسمه لوريال تشالك يعني، او شي بيجي هو علبة صغيرة. هلا حاحط لكم صورته هون وين انا اشتريتها وكيف فيكم تلاقوها. بتوقع على الامازون اكيد موجودة. انا اشتريتها من محل اسمه سالي بامريكا، فالعالم اللي عايشين بامريكا اكيد بيعرفوا محل سالي، هو كل الاشياء تبعت الشعر فيه. هلا لازم تشتروا، يعني انا على طول شعري اشتريت علبتين من هاي العلبة. آه ما بدها تخلطوها مع شي، ولا تحاولوا تخلطوها مع شي. يعني هي احسن شي فيها انه ما بتنخلط مع اي شغلات، مثلا الشغلات اللي بتخلطوها مع صبغة وما بعرف شو هن يعني. انا مالي شاطرة كتير بالصبغات وهي الاشياء. المهم، فهي لازم تغسلوا يعني تحمموا، وتاني يوم مثلا او بنفس اليوم تحمموا بس لينشف شعركم. على الاخير تبلشوا تحطوا هي اللون، بتحطوه. انا حطيته بزبدية صراحة. وأحقلكم شغلة، كل شي استخدمته بهذا الوقت كله صار لونه احمر، يعني ما في اي شي. يعني حتى البشكير صارت حمرا، ولا آه ثيابي شوي صارت حمرا، بس الثياب تنغسل وبتروح ولا كأنه في شي. المهم خلينا نرجع على موضوعنا. حطيته بزبدية ولبست كفوف وبلشت اسوي على شعري. هيك بتعملوا وبتحطوا مثلا، انا سويت كل شعري لانه لونه احمر، بتحطوا على تحت على الجذور تبع الشعر، بتحطوا على الشعر كلياته. فهلا على طول شعري انا، هذا هو طول شعري، استخدمت علبتين. بس العلبتين كمان يعني ما وصلت لاخر، يعني من ورا ما كنت مستحكمة كتير، ما بتوقع صار عليه كامل يعني من ورا، بس من قدام ومن تحت وهيك كل خصلة صار لونه احمر. هلا الشغلة هي، بعد ما بتحطوه بتتركوه بتستنوا عليه، لانه هو اصلا حيكون شعركم مبلول مثل كأنه مي. يعني تستنوا عليه لحتى ينشف، لحتى تدسي شعرك مثلا ما تحسيه قاسي، لانه هو اول ما تحطيه حتحسي شعرك كتير قاسي وراسك تقل وما بعرف شو هيك. فبتستنوا عليه شي نص ساعة انا يمكن استنيت. بعدين سشورته وسويته بالليس. هلا اذا لقيت شي صورة بهذا اليوم بالذات ححط لكم اياها، شوفوا شلون طلع. فاول يوم بيطلع احمر فظيع، احمر بجنن عن جد. يعني انا كتير حبيته. ممكن يعني اذا بصحلي ساويه كل فتره لساوي. بس هلا في شغله فيها شغله فيها
فيها سيئات كتير هي القصة. أول شي إنه هو تشالك يعني طباشير، يعني بعد ما بتحطي، أول ما بتحطي ما بتحسي هذا الشي، إنه هو كريم يعني بيكون مثل سائل. بس بعد مثلا تاني يوم بتصيري بتحسي شعرك عليه بودرة حمراء بس معبي كل الشعر. هلا لما تروحي عند سالي اذا سالتيهم عليه بيقولوا لك انه هذا بعد 3 حمامات او 4 حمامات بالكتير بيخلص، بيروح كلياته من شعرك بدون ما تعملي شيء يعني. بس هلا اول شغله ما راح انا عندي بعد 3 حمامات، يعني ضل عندي شي اسبوعين. اللي عم تابعني على السناب شات وعلى الانستغرام هدول انا كنت كل فتره كل يوم عم نزل صور. آه ما راح بعد 3 حمامات. هلا كمان حفرجيكم انا شلون تدرجات اللون صارت. آه بعد مثلا 4 5 حمامات لحتى بلش يروح، بس يعني ما بلش يروح وضل في خصل يعني الجوانية. يمكن انا كترت كتير على الجذور بس طلع حلو يعني. كمان حطيت لكم صورة، هي انا هي الصورة كتير بحبها شعري كلياته اشقر وفيه شوية خصل حمراء. هلا مساوئ هذا الشيء، اول شيء البشكير انا استخدمته، اوعوا تستخدموا على الاواعي لانه ما حيروح وانتوا عم تحطوا. يعني انا حطيت بشكير هون على كتافي وحطيت شعري، بس البشكير صار على الكب يعني هلا بعده موجود بس يعني خلص ما عاد يستخدم لانه صار كتير عليه احمر والمغسله صارت حمراء. وسووا بالحمام نصيحه لانه يعني المغسلة صارت حمراء، الحيطان حمراء، الأرض حمراء كلياته. بس حاولوا كتير عن جد، حاولوا ما تنقطوا على الأرض ولا على الحيطان ولا على شي لأنه صعب إنه يروح بسرعة. وحاولوا كمان ما تلوثوا إيديكم لأنه كمان الإيدين صعب يروح بسرعة. هلا الشغلة السيئة بالشعر إنه حتحسي شعرك دائما منكوش، يعني حتحسي شعرك دائما هيك ما حتقدري تمشطيه بالفرشاية. وبالمناسبة فرشايتي حمراء صارت، كانت بيضة وصارت حمراء فما حتقدري تحسي انه كتير ناعم وانه مثل كأنك انت حاطة صبغة او شي. كمان حط لكم شعري صورة شعري هو منكوش او مو هو منكوش، هو عادي بس انت بتحسيه منكوش. وبتحسي شعرك الشعرة صارت سميكة، يعني بتحسي لما بتدسيه بتحسي مو انه ناعم هيك مثل الشعر الطبيعي، بتحسي انه الشعرة سميكة. يعني انتوا تخيلوا انه الطباشير محطوطة ملونة هيك على لون شعركم، فهذا الاحساس بتحسيه. شغلة تانية على اللبس، يعني انا لبست ابيض صراحة، يعني كنت لازم البس ابيض ولبست ابيض. صار الجاكيت كلياته عليه بودرة حمراء بس كمان كلياتها راحت بالغسيل طبعا. الكنزات كمان صارت عليها بودرة حمراء كمان راحت بالغسيل. هلا ما بيدهدروا انت قاعدة، بس على كتافك مثلا بيدهدروا، انت نايمة على مخدة كمان بدهدر مثلا، بتصير عليهم بودرة حمراء. بس البودرة يعني بتنفضيها إذا كان اللبس هيك مثل هذا قطن يعني بتنفضيها بتروح. بس اللي أنا كنت لابسته كان شوي على صوف شوي فعلقت البودرة شوي صغيرة، شايفين يعني أنا هذا لبسته كمان يعني اضطريت ألبسه مع إنه كان جديد والله، بس إنه لسه عليه شوية بودرة حمراء من برا ولا من جوا. هذا إيه أوكي من برا هيك بصير يعني. فهذا انا ما غسلته صراحة، يعني لبسته يمكن يوم واحد وما غسلته، انا حسيته حينتزع بالغسيل. بس وضل لساته يعني اللون مو كتير انه سيء بس انه ماشي الحال. هذا اللي انا لبسته وعلق عليه اللون الاحمر وليك ورجع مثل ما هو مثل ما كان ابيض، ما في عليه شي. يعني انا صراحة كنت خايفة من هاي الاشياء انه يتعلم على الاواعي وما تروح، بس ليك راحت يعني. هلا السيئة الوحيدة عن جد اللي حتحسوها فيه هو الشعر، انه حيصير سميك وحيصير منكوش. يعني انا ما كنت اقدر ارفع شعري وقرفته لانه كان يجعني راسي من كتر ما انا هو منفوش ومنكوش. فاذا شعرك قصير بتوقع يروح بعد 3 حمامات. اذا ما بدك تساويه كلياته بيكون كتير ممتاز. اذا بدك تساويه كلياته معلش بدك تتحملي شوي مثل ما انا سويته، حتى حملت شوي وحرجع اساويه مره ثانيه، يعني ما انه خلص سويته مره واحده وخلص لا حرجع اسويه. وهلا صار العيد وعن جد اللي شعره قصير انا متوقع متاكده مليون بالمية انه بعد 3 حمامات يروح. اذا ما حبيتي او شيء بتوقع كمان يعني. انا ما كنت اتحمم كل يوم، يعني انا كان بدي اللون يضل فكنت اتحمم يعني مرتين بالاسبوع تحممت. على هوا الحمامات تبعاتك بيروح اللون. ويعني بالحمام بحمم مرتين بالشامبو، هي بدي اقوله 3 شامبويات لا المفروض انه يروح بعد 3 شامبويات. بس انا يعني طول معي لاني انا طولته.
ففيكم تروحوا شلون يعني امتى ما بدكم تحطوه، بتتحمموا مثلا على مدة 3 ايام ورا بعضهم بيروح. انا متاكده من هذا الشيء، يعني ما جربته بس انه متاكده انه حسب تجربتي مع اللون وانه شلون بصير بينزل من الشعر. هلا هذا كان فيديو اليوم، وان شاء الله هيك كل عام وانتم بألف خير وعيد مبارك. واللي حبت تساوي هذا اللون واللي حابة تجرب، على فكرة في الوان كتير تانية، ححط لكم تحت كل اللينكات من المحلات اللي تقدروا تشتروها منه. اتوقع انا اكثر شيء لقيته عند سالي، يعني صراحه ما لقيته بمحل تاني. ححطه من عند سالي اللينك تبعه تحت، وححط لكم اياه من لينك من الامازون عشان اللي برات امريكا اذا حابه تشتريه من الامازون. وبتوقع هو بما انه لوريال معناته موجود انترناشونال، يعني موجود بكل البلدان الثانيه. هذا كان فيديو اليوم، ان شاء الله تكونوا حبيتوه، ان شاء الله تكون عن جد فدتكم، وان شاء الله تكونوا عن جد هيك حبيتوا اللون الاحمر، لان انا عن جد كثير حبيته. وفي الوان تانية يعني فيكم تجربوها. لا تنسوا تعملوا سبسكرايب للقناة وعملوا لي لايك للفيديو وعملوا شير لرفقاتكم، خلوا يعرفوا شلون بساوي شعري احمر، لانه عن جد الشعر الاحمر يعني انا بحسه حلم، او بحسه يعني انا بسمع انه هو صعب يروح بالصبغة، او انه صعب ينصبغ اصلا ويطلع هذا اللون اللي انا حبيته كتير، اللي انا سويته الاحمر يعني مو خمري مثلا او اسود على احمر او ما اعرف شو. فبسمع انه صعب، هاي الطريقة السهلة لحتى تساووه. شوية مساوئ فيها بس معلش، أحسن ما ينتزع لون الشعر كلياته وينتزع الشعر وينضرب وما بعرف شو. فلا تنسوا تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو، بحبكم كتير وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي.